وشرحنا لك كاملة، اشرحها لك تاني. كابتن محمود الخطيب، كابتن ياسين منصور، كابتن خالد مرتجي، ابراهيم العمري، رويدة هشام. الخمسه دول داخلين تزكيه. تزكيه يعني ايه؟ يعني يعرض امرهم على الجمعيه العموميه. يعرض امرهم ازاي؟ لا اما بورقه الانتخابات، لا اما برفع الايد، بالقرار بتاع مجلس الاداره. ممكن قرار المجلس الاداره يقول لك بالورقه تخش تتعلم، لا اما ترفع ايدك حسب القرار. الاهلي واخد على الورقه، خلاص الورقه موجوده فيها الاسماء، فانت بتخش بتعلم. المجموعه الخمسه دول عايزين قد ايه اصوات؟ 25% من عدد الحضور، اللي هم ايه؟ عدد الجمعيه العموميه المسددين للاشتراكات، اللي هو النصاب الصحيح، عايز 25%. يبقى لسه ما نجحش، زي ما قال كابتن محمود الخطيب امبارح. جماعه ما تمشوش ورا ان احنا نجحنا، احنا لسه ما نجحناش، واحنا قلنا القصه دي قبل كده. ف 25% يدوا اصواتهم للخمسه دول. الباقي بقى كابتن سيد عبد الحفيظ والضماط واحمد حسام عوض داخلين انتخابات. ليه؟ عشان في واحد بس من خارج القايمه دخل الانتخابات، يبقى لازم يتعمل الانتخابات. يبقى المجموعه فوق السن والجرحي والمجموعه دي داخله انتخابات، الخمسه داخلين تزكيه. يبقى لازم ورقه، والورقه فيها الكل، ولازم كل فئه انت ايه تحدد فيها اللي انت عايزه. طيب يعني ما تجيش توقع واحد. اوعى تفتكر في الانتخاب انت ممكن ما تديش صوتك. يعني احنا مثلا انت هتختار من 11 7، فممكن ما تديش صوتك لحد وتدي صوتك لحد. في التزكيه مفيش كده، عشان بس تبقى واخد بالك. التزكيه لازم تدي صوتك، ما اديتش صوتك الراجل ممكن يسقط. يعني النهارده انت بتعلم على كابتن محمود الخطيب، اوعى الراجل التاني ما يعلمش. ليه؟ لان هو هيتحسب ال 25%، جاب 24% سقط. عشان بس اما تروح تعلم، يعني جاب 24% سقط، جاب 24.5% سقط، هم 25% مقفولين، فلازم تعلم. مش انت هنا ما عندكش حريه. الخمسه في التزكيه لازم تعلم قصاده. اللي عنده انتخابات تدي بقى صوتك لسيد عبد الحفيظ، ما تديش صوتك لسيد عبد الحفيظ، ده حريتك. لكن في التزكيه اوعى تعدي الورقه، فدي مهمه جدا. يبقى تخلي بالك ان هنا ما دام هيعرب بالورقه لازم تعلم على الورقه وتحطها في الصندوق. لازم تعلم على الورقه وايه وتحطها فلازم تعلم على ايه؟ قدام كابتن محمود، وقدام الاستاذ ياسين، وقدام خالد مرتجي، وابراهيم العمري، ورويدة هشام. دول التزكيه. الباقي بقى اللي هم قبل السن، اللي فوق السن، انتخب بقى. انت عايز تنتخب احمد اللي هو نازل مستقل، عايز تنتخب سيد عبد الحفيظ، المهم هتختار 7 من ال 11 اللي نازلين، او 7 من ال8 اللي نازلين. هم كده 8، ما اعرفش 8 ولا، المهم يعني انت عايز 7. لو واحد بس داخل خلاص انت عندك انتخابات. طيب انتخابات النادي الاهلي شكلها ايه؟ انتخابات النادي الاهلي هم عاملين فكره جديده كده. انت حضرتك بتخش على الباب بتلاقي جهاز الكتروني، بتحط الكارنيه بتاعك، فبيطلع كل بياناتك قدام الراجل على اللابتوب. حضرتك مسدد الاشتراك، حضرتك عضو عامل في الجمعيه العموميه، حضرتك الكارنيه بتاعك حديث، البطاقه بتاعتك ساريه، حضرتك تخش تتفضل على الخيمه عشان تبدا اجراءات التصويت. ادي اول نقطه. طيب حضرتك مش مسدد الاشتراكات، حضرتك الكارنيه مش جديد، البطاقه بتاعتك مش جديده، حضرتك تركن على جنب ما تخشش. تاني اهو هتلاقي فيه جهاز كده قدام زي تحطه قدامه الكارنيه، فالكارنيه بيطلع البيانات، انت مسدد تمام جديد اتفضل، مش على جنب. عشان هو جوه يبقى اللي داخل جوه هو الجمعيه العموميه، يبقى هو كده بيحصيها. عشان جوه هتبدا تشوف بقى ايه الجمعيه اكتملت او ما اكتملتش، مش ده يخش وده يخش وبعدين نفرد بقى الورق. بتخش على الورق بيطلع اسمك تمام، بتمضي قدامه، مع انك ده فحص لكن ده توقيع. بتمضي قدام اسمك على الورق بتاعتك تمام، عشان هو بيعد بعد كده بالورق ده تمام. بعد كده بتروح على الصندوق. الصندوق شفاف
وبتحط الورقه بتاعتك بعد ما تختار، وبتحط ايدك في الحبر الفوسفوري. دي طبقا للماده 42 من لائحه النادي الاهلي. هتقول لي طب ما الظهور عمل تصويت الكتروني. مالكش دعوه بالظهور، انت مش الظهور، انت كنادي اهلي مش الظهور. ما تدخلش نفسك في قصه التعرض للبطلان. احنا لغايه دلوقتي مختلفين. هو بيقول لك الماده 21 بتقول لك انتخابات سريه، وانا عاملها لك انتخابات سريه حتى لو في تصويت الكتروني. وبيقول لك الماده 21 ما اتكلمتش على التصويت، اتكلم على الانتخابات، واحنا بنقول له التصويت جزء من الانتخابات. والماده 21 محدده انتخابات سريه، يبقى ورقه وصندوق. هو بيقول لك انا عامل لك برضو الورقه والصندوق. فداخلين احنا ايه، ومدخلك بقى في الدوله ومش الدوله، داخلين احنا خناقه. وجاب له حكم فمستند اليه، وبنقول لك ابعد عن القصه دي. ماده 42 بتاعتك بتقول ايه؟ صندوق شفاف حبر فوسفوري. يبقى ابعد بقى عن التصويت الالكتروني وعن قصه التصويت الالكتروني لغايه ما تتحسن، عشان ما تدخلش نفسك في بطلان. التزم بلائحتك. هتقول لي الزور يا ابني، الزور تاني مش هحكي لك بقى الزور. بقول لك اهو انت مش الظهور، ولا في قوه الظهور، ولا في سيطره الظهور. واي حد هيشتكي الظهور ما حدش هيقول له انت فين. فما تدخلش نفسك في قصه البطلان، خليك طبقا للماده 42 من لائحه النادي الاهلي عشان تضمن. بعد كده بقى اما نستقر هل هي انتخابات ولا تصويت، ومعنى كلمه السريه، طب شكلا ولا موضوعا. طب ما احنا يعني اما الامور تستقر في القصه دي ويصدر حكم من المحكمه الاداريه العليا والمحكمه الدستوريه تثبت المفهوم، نبقى ساعتها نتكلم. لكن طالما المفهوم وطالما التفسير واخد وبيدي وكل واحد بيفسر الحته دي حسب رؤيته، ما تدخلش نفسك فيها كنادي اهلي. ما تعرضش. اذا كان الزمالك، عشان بس ابقى اوصلها لك، الزمالك في الاجتماع الخاص اللي ما فيش انتخابات ما استخدمش التصويت الالكتروني، واستخدم ايه؟ استخدم الصندوق والورق اللي هي الجمعيه العموميه اللي ما كملتش. الزمالك قال لك لا في ايه؟ في الاجتماع الخاص اللي هو يجوز ليك ان انت تستخدم التصويت الالكتروني. الاجتماع الخاص ما فيش انتخابات، اللي هو ما كملش، الجمعيه العموميه اللي ما كملتش دي قال لك والله انا عندي صندوق وعندي ورق، ماليش دعوه. والوزاره ما قالتش للزمالك لا. يعني كانت الوزاره ممكن تقول للزمالك ايه؟ استخدم التصويت الالكتروني، وده اجتماع خاص مش بند انتخابات. ما قالتش. يعني الزمالك اهو قال لك مع انه اجتماع خاص يجوز ان انت تستخدم فيه الايه؟ التصويت الالكتروني لانه مش بند انتخابات. الوزاره ما قالتش والزمالك ما خدش. فما تجيش عندك انت وتعرض نفسك لبطلان وتقول لي اصل الظهور عمل تصويت الكتروني. الظهور عمله شكلا، لكن موضوعا صندوق وحبر فوسفوري. وخلي بالك، الظهور شكلا تصويت الكتروني، موضوعا وبرضه في ورقه قدام سياده القاضي. والفرز ما تمش الكتروني، الفرز تم بالصندوق بالورقه. هو بس عامل لك هيصه عشان ايه؟ يأكد بقى انا مع معالي الوزير ولا مع التصويت الالكتروني، لكن هو في الاخر الفرز كان مع سياده القاضي بالورقه. والورقه اللي محطوطه بدل ما هي متعلمه بالقلم متعلمه بالجاز. عمل لك شكلا كده، لان احنا لسه ما قدرناش نوصل للقصه دي، وكان لابد ان ينص عليها في الماده 21 زي ما احنا كنا بنتناقش امبارح. ماده 21 لو كانت قالت الانتخابات السريه او بالتصويت الالكتروني كنا خلصنا من القلق ده كله. فانتخابات الاهلي واضحه، بطاقتك معاك، كارنيهك معاك، تسديد الاشتراك، تخش على الجهاز عشان بياناتك، تخش على الخيمه، تمسك الورقه، تعلم على التزكيه، ما تسيبش واحد فيهم،
وتنتخب اللي انت عايزه فوق السن، وبعد كده تروح تحطها في الصندوق اللي هو الشفاف، وبعد كده تحط ايدك في الحبر وتطلع من الناحيه الثانيه. عمليه بسيطه جدا، عمليه بسيطه جدا. الاهلي محتاج النصاب يكتمل، النصاب يكتمل عشان الجمعيه العموميه تبدا شغلها. من ضمن شغلها مراجعه الميزانيه، الاقتراحات، كل بقى البنود اللي هي متعلقه على الحيطه في النادي الاهلي. وهنقعد بقى نتكلمك في القصه ديت لغايه ميعاد الانتخابات يوم الجمعه الجايه ان شاء الله في النادي الاهلي. فيبقى اوعى تسيب كابتن محمود وانت وانت بتشتغل في التزكيه، تبقى والله تبقى حكايه. خلي بالك يعني انت رايح عشان تنجح كابتن محمود الخطيب بالتزكيه. فما مش واحد يقول لك علم على ده وتسيب ده. الخمسه تاني، كابتن محمود، كابتن ياسين منصور، كابتن خالد مرتجي، ابراهيم العمري، رويده هشام، ما تسيبش واحد فيهم. لازم ياخد 25%. طالما بالورقه لازم ياخد كام؟ 25%.